وتدبري وتمسكي وتعهدي، ولتغمري بالأيدي الأوقات، ولتقرئي بتمهل وتذكري مد الرسول وخيرة الأسوات. أو صحبتي كنتم معينا طيبا، كنتم بظني صفوة الصحبات، كنتم بظني صفوة الصحبات. الفكرة التي تخجلني في تأخير الصلاة عن وقتها تكمن في أنني لست أنا من حدد الموعد لهذه الصلاة، ولا أنا من اختار التوقيت. الخالق تعالى هو من قدر ذلك. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله الذي خلق هذا الكون بعظمته واتساعه وجماله وبديع إتقانه وكثرة مخلوقاته وآلائه هو الذي أرادني، أو هو من طلبني، أو هو الذي أمرني أن أقف بين يديه وأكلمه وأناجيه. وأنا ماذا أفعل؟ في كثير من الأحيان أجعل هذا الموعد آخر أولوياتي حتى يكاد يفوت وقته، مقدما عليه كل أمر تافه وكل شأن ضئيل. الله تعالى يطلبني وأنا مجرد ذرة بلا وزن في كونه العظيم، لأقف بين يديه وأنا منهمك في سخافات الحياة وزينتها البالية. الله عز وجل يطلبني لبضع دقائق فقط، وأنا أعرض وأسوف وأماطل وأؤجل، ثم آتيه متأخرا كعادتي. أي تعاسة أكثر من ذلك؟ يدعوني الله عز وجل لاجتماع مغلق بيني وبينه، أنا صاحبة الحاجة وهو الغني المتفضل، وأنا أجعله اجتماعا مفتوحا لشتى الأفكار والسرحان. أحضر بجسدي ويغيب عقلي. يريدني أن أبتعد عن كل شيء لدقائق معدودات لأريح بدني وعقلي، وأفصل قليلا عن ضجيج الحياة ومشاغلها، وأبث إليه لا لغيره شكواي وهمومي. هو الخالق العظيم الغني عني وعن عبادتي ووقتي، يطلبني ليسمع صوتي وأنا الذي أماطل، ثم ها أنا أجيء إما متساقلا أو على عجل وكأنني آتيه رغما عني. أنا الحاضر الغائب، هو تعالى يريده اجتماعا خاصا، وأنا أجعله حصة تسميع باردة وتمارين رياضية جوفاء وعقلا شاردا. فأي بؤس هذا! رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. اللهم آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيباتي ومحباتي من قناة سفيرة السعادة. إن شاء الله النهاردة معادنا مع حلقة مهمة جدا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من فضلك لايك للفيديو كرما منك، وكالعادة ولو أول مرة تشوفيني يسعدني إنك تشتركي في القناة لو عجبتك، وكمان اعملي شير، ده أهم حاجة للفيديو علشان غيرك يستفاد. حبايبي النهاردة عايزة أكلمكم عن موضوع مهم جدا. الصلاة مش مجرد عبادة عادية خالص، بل هي أحد أركان الإسلام. من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد ترك الدين. هي أول حاجة ربنا يسألنا عليها يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. طيب بقى حبايبي، عايزين بقى نخلي الصلاة ليها كده طعم خاص كده في حياتنا. يعني عايزين نخلي الصلاة ليها تأثير على حياتنا. كتير مننا بيصلي تمام، بس كتير مننا برضو بيشتكي انه مش بيحس بالخشوع. فتعالوا بقى نتكلم مع بعض عن خطوات عملية ومجربة فعلا هتخليكي تعيشي اللحظة كده في الصلاة، وفعلا هتحس انك قريبة من ربنا. الله عز وجل قال ايه يا بنات؟ قال: وقوموا لله قانتين، خاشعين كده، حاسين بالخشوع والتضرع بين يدي الله عز وجل. فهنقول كده على شوية حاجات. أول حاجة، قبل ما تجهزي الصلاة المكان والإسدال، جهزي قلبك. قبل ما تدخلي على الصلاة خدي دقيقة كده واحدة بس، حاولي تهدي من جواكي وتفكري أنا فين دلوقتي ورايحة فين. استوعبوا يا بنات، عارفين الحركة والعادة اللي أنا بتوضى بصلي المصلى يلا افرش ودماغي بقى في الطبيخ وفي الولاد لا، أنا باخد دقيقة كده بفصل حتى بين الوضوء. أنا أصلا ببدأ من أول الوضوء بستعد إن أنا رايحة أصلي، رايحة أقابل ربنا. وافصلي كده، وأنا دلوقتي بعمل ايه؟ أنا رايحة أقف قدام مين؟ قدام رب العالمين. واستحضري دايما الآيات بمعنى اللي هي: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. دايما يعني حط في بالك ان النجاح والفلاح الحقيقي لما انا هحس بالخشوع. فقولي انا هبقى ان شاء الله بإذن الله من المؤمنين الفالحين الناجين، بس لما ابقى في صلاتي ان شاء الله بإذن الله خاشعة.
أبدأ برضو بعد كده لما بدخل في الصلاة في تكبيرة الإحرام وأنا بقول الله أكبر. عارفة يا بنات انت بترفعي ايديه كده وترفعي تكبيرة الإحرام في الأول كأنك بتشيلي الدنيا بظهر ايديه كده، بترفعيها بترميها كلها ورا ظهرك. عارفة لما بتستشعري المعنى ده انتي خلاص الله اكبر من همي ومن غمي ومن المسؤوليات اللي ورايا ومن مشاغل البيت ومن اي حاجة شغلاني كده في الدنيا. الله اكبر. ببدأ بقى ايه اقرأ سورة الفاتحة وما تيسر من القرآن، وبقعد اتفكر في معاني الايات. يعني عايزاكي تقرأي سورة الفاتحة وتقرأي تفسيرها قبل ما تصلي، تبقى انتي اصلا عارفة حتى معاني الايات اللي انتي بتقرأي بيها. في حديث يا بنات النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل. يعني اللي بتفهميه من صلاتك وبتحسي بيه وبتخشعي فيه وبتتفكري فيه بيبقى محسوب ليكي. عايزاكي برضو مثلا تغيري روتينك أو الآيات اللي بتقرأيها. يعني لو انتي حافظة صور معينة، الأول قل هو الله أحد والتانية قل أعوذ برب الناس، لا بصي حتى لو انتي مش حافظة إلا دول، لأن في ناس ما تحفظش من القرآن لحاجات قليلة. هاتي اعكسي، مش هبقى الأولى في الصورة دي، لأ أنا هغير الصورة من هنا لهنا، بحيث إن أنا أبقى مركزة. أنا مش لساني اللي هيقول، لأ ده أنا مخي هيبدأ هو يشتغل، هشغل مخي علشان أبدأ أركز في الآيات وأعرف معناها، وفي نفس الوقت مبقاش لساني اللي بيقول وجسمي شغال كده ومتعود على الآيات دي ومتعود على كل حاجة هو شغال مع نفسه. يعني عارفة لأ أنا بقعد كده أغير علشان مش يبقى السيستم واحد يعني جواكي يعني. وبرضو دايما زي ما بقولك دايما افتكري انك واقفة قدام ملك الملوك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه إذا قام أحدكم في صلاته فإنه يناجي ربه. يعني انت تخيلي كده انك لما بتتكلمي في الصلاة الكلام بتتكلمي مع ربنا، ربنا بيسمعك، انت في حضرة ملك الملوك. ويا بنات الصلاة مش سباق، يعني السباق اللي هو بسرعة ده هو ده برضو من الحاجات اللي بتضيع خشوعك، اننا نقعد نسرع في الصلاة وناخد بقى يعني ايه الصلاة عبارة عن حركات وقومة وقعدة وركوع وسجود. لا انتي يعني خليكي مثلا انتي بتقولي سبحان ربي العظيم في الركوع، خليكي حاسة بمعنى عظمة ربنا فعلا. يعني انتي كده تتخيلي كده، بصي على نفسك من بره، انتي هتركعي وكأن انتي شايفة نفسك وانتي راكعة كده من بره، وانتي راكعة قدام ربنا، وانتي وقتها بقى بتتذللي وتحسي وتشعري وقتها بعظمة الخالق فعلا. وبعد كده السجود دايما لما تيجي تسجدي دايما في دماغك على طول استحضري الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء. يعني أنا قريبة جدا دلوقتي من ربنا وانتي حاطة أعظم حاجة في وشك اللي هي اللي في جسدك اللي هو وجه الإنسان، انتي حطاه على الأرض سجدة لله عز وجل، قمة الخضوع والخشوع لله عز وجل. برضو الأذكار اللي احنا بنقولها دايما، ركزي رب اغفر لي، اللي هي اللي يا بنات اللي هي اللي بين السجدتين، في اللي هو الجلوس بين السجدتين، في ناس بتقول رب اغفر لي رب اغفر لي، ماشي كويس، ولكن تزودي مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ايه تطلبي فيه خير حاجات هتبقى فيها خيرات الدنيا والآخرة، زي رب اغفر لي واهدني وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني، 7 أدعية بتحفظيهم وبتقولوهم بين السجدتين. يبقى انت حتى لو انت مش حافظاهم كأنك ضفتي حاجة جديدة او ذكر جديد للصلاة يخليكي تركزي اكتر، واخده بالك. وبرضو من الحاجات اللي الناس قالوها برضو مجربة برضو انك لما تيجي تصلي دايما تخيلي ان دي اخر صلاة ليكي. يعني إذا قمت إلى الصلاة فصلي صلاة مودع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن ماجه. يعني صلي كأن دي آخر صلاة ليكي ممكن تصليها، وهتلاقي نفسك فعلا بتصلي بخشوع غير عادي. عارفين يا بنات لما بيبقى حاصل مصيبة أو زلزال أو حاجة صعبة كده بتخوفنا، الآيات اللي هي الله عز وجل يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فانتي بتبقى حاسه بخشوع وقتها، فبتحسي انك قريبه وبتصلي كده بتركيز وبخشوع وبخوف. طب انا ليه ما تذكرش فعلا اليوم الاخر ويوم القيامه وان في قبر وفي عذاب؟ علشان كده زي ما بقول لكم دايما بفكركم الله عز وجل قال ايه وانها لكبيره الا على الخاشعين. يعني الصلاه تقيله، كبيره يعني ثقيله، الا على مين؟ الا على الخاشعين. من هم الخاشعين بقى؟ تعريف الخاشعين عشان احنا بنتكلم عن خشوع في الصلاه: الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون. فدايما كل ما تحطي الاخره قصاد عينك وان انا بصلي صلاه مودع او ان انا في يوم قيامه وفي حساب وفي يوم اخر، كل ما تستحضري المعاني دي هتحسي بخشوع غير عادي في الصلاه.
ودايما استعيني بالدعاء، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ما هو من حسن العبادة في الصلاة انك تصليها بخشوع. ودايما تدعي حبيبة قلبي، اللهم اجعل قلبي خاشعا في صلاتي، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. كررها كتير. ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ارزقني لذة القرب منك، اللهم هب لي من لدنك عملا صالحا يقربني إليك. كل الأدعية دي يا بنات ليها أثر كبير جدا جدا، لما تقعدي تكرريها هتحسي ربنا بيصلح لك حالك، وبيصلح لك إيمانك، وبيصلح لك قلبك من جوه. برضو من الحاجات يعني انا برضو يعني بطلبها منك، واكيد ان شاء الله بتعمليها، يعني ما تحطيش الموبايل جنبك او في المكان اللي انت بتصلي فيه يقعد يزن ويرن ويقعد بقى يجيب لك الاشعارات ولو التلفزيون الولاد مشغلينه على قنوات الاطفال ولا حاجه وطي. يعني انا قبل ما ادخل في الصلاه معروف يتوطى على طول، لا تخلو الفواصل بتاعت لو حتى قنوات اطفال من الموسيقى ومن فكل الملهيات وكل الحاجات اللي هتشتتك وانتي بتصلي الغيها. دايما حاولي زي ما بقولك تصلي في مكان هادي ومكان مريح ومكان معطر يا بنات، ويكون حلو كده ومنظم ومنمق، مش فيها رجالة ولا في اي حاجة. ويا ريت يبقى مكان كده اصلا انت مرتبطه كده في العباده فيه، ما في المصحف وفي المسبحه بتاعتك وفي الاسدال وفي المصليه، حتى ولو جزء بسيط من البيت او من غرفتك انت مستقطعاه كده زي ركن صلاه زي ما بنسميه يعني. وزي ما بقولك دايما افتكري الجنة والنار، لأن يعني الله عز وجل قال إيه يا بنات، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فكل لما ما فيش حد فينا يا بنات يخلو من السيئات. مين اللي بيخلو من المعاصي طول اليوم؟ فالصلاة من الحاجات اللي بتغسلك من ذنوبك طول اليوم. فتخيلي ربنا جابلنا محطات لتنقية تنقيتك من الذنوب والمعاصي سهلة. هي هتقوم تصلي كل فرض هتغسل ذنوبك كده، كل مرة بتصلي فيها ذنوبك ان شاء الله بإذن الله بتتغفر. فتخيلي كل مرة مش بتصلي فيها سيئاتك بتتضاعف، لان انت في ركن من اركان الاسلام انت مش بتأديه. تمام. طيب الصلاة حبايبي عايزة اقول لكم هي فعلا مش مجرد فرض بنأديه بس، دي حاجة والله العظيم يا بنات هي هدية من ربنا. هي اللي بتطهر قلوبنا، وهي اللي بتخلينا هاديين وبتخلي نفسيتنا كويسة، وهي اللي بتخلينا نستقوى فعلا على الحياة. وهي اللي بتخلينا ناخد هدنة وراحة كده واستراحة من محطات اليوم كله. بتقعدي كده على مصلتك تصلي تلتقطي أنفاسك ونفسيتك كده تتشحن من تاني كده إيجابية وهدوء وسكينة. يعني انت مثلا يعني لما تيجي تسجدي حبيبة قلبي بنفكر في ايه يا بنات وقتها؟ من الواحد بيتفكر ان هو بيتخلص من كل همومه عند ربنا كده وهو ساجد. هي مش مجرد حركة بس، يعني هي لحظة كده يعني فيها صدق جدا في التوجه والخضوع والخشوع بين يدي الله عز وجل. لحظة تطهير حقيقي فعلا زي ما بقولك إن العبد إذا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا سجد سجدة لله تعالى رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فانت تخيلي في كل سجدة بتسجديها لله، كم مرة بتسجدي في اليوم في السنن وفي الفروض وفي كل صلواتك؟ كل سجدة بتترفع بها درجة، وكل سجدة بيتحط عنك بها خطيئة. والله يا بنات بيصعب عليا قوي الأحاديث دي لما بتذكرها، وبفتكر في ناس محرومين من الخير الكبير ده. يعني تخيلي بدل ما يبقى ربنا مدينا فرصة لتنقية نفسنا من الذنوب والمعاصي ورفع الدرجات، لا ده هم بيفوتوا الفرصة اللي هي فرض علينا فيزدادوا ذنوب ومعاصي. مش هقولك حتى الذنوب ثابتة حتى ما فيش حاجة تنقيها، لا ده تزداد كمان، يبقى ذنب على ذنب على ذنب لغاية ما يبقى فيه ران على القلب وفيه سواد جوه القلب. علشان كده دايما حتى لما تيجي تسجدي كده وفي التراويح ان شاء الله في رمضان، اللهم بلغنا رمضان. عارفين يا بنات لما ببقى مثلا في رمضان كده بصلي واحس تعبت اللي هو في التراويح بقى واحنا بنصلي التراويح وكده، فبقعد افتكر دايما الحديث ده. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان العبد اذا سجد سجدة لله تعالى رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فكل سجدة الله ما شاء الله بتترفع درجة، وفي سيئات بتنزل اهي، يعني سيئات بتروح انت قاعدة ايه تنضفي بقى. فانت برضو الخشوع ده يا بنات في الصلاة ده تدريب. يعني خشوعك في الصلاة يعني برضو بيبقى يعني
جاي من حاجات تانية يا بنات. والله يعني معظم الناس اللي عجولين في حياتهم ما عندهمش صبر على حاجة، تلاقيهم برضو عجولين في الصلاة. يعني واحدة تقولك ايه، اذكار المساء الصباح والمساء طويلة، اقول منها ايه اهم حاجة اقولها، فتلاقيها برضو بتخطف في الصلاة. ورد القرآن تك 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 بسرعة مش بتركز فيه، فبرضو بتخطف الصلاة. فانتي برضو خشوعك في الصلاة بيبدأ من حياتك اليومية. جربي انك تدربي نفسك على تدبر القرآن، وعلى انك تقولي الأذكار بالراحة وتركزي في الأذكار اللي انت بتقوليها والذكر نفسه ومعناه. الحاجات دي صدقيني حبيبة قلبي هدية كده مني ليكي، هتساعدك فعلا تخشعي تلقائيا لما تيجي تصلي، لان مفتاح الخشوع في الصلاة بيبدأ برضو في باقي عباداتك. برضو عايزة أقولك لما تيجي تقرأي الفاتحة دايما استشعري ان ربنا بيرد عليكي. في الحديث القدسي ربنا بيقول ايه يا بنات، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. يعني بقى تكملة الحديث ان هو كل كلمة بتقوليها الله عز وجل بيرد عليكي رد من خلال لما بتقرأي الفاتحة. فاقعدي استحضري ان ربنا بيرد عليكي بعد كل آية. فدي يعني انت عايزه ايه اكتر من كده؟ يعني يخليكي فعلا تستحضري معنى الصلاه والخشوع في الصلاه. ولما ربنا يعني أو لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه يا بنات، ارحنا بها يا بلال، ده معناه ايه؟ ان الصلاه بتروح اي قلق واي توتر. ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلجأ للصلاه وقت الشده، يقول ارحنا بها يا بلال. يعني الصلاه يا بنات هي راحه مش عبء على فكره، هي اللي بتريح قلبك، هي عمرها ما كانت عبء عليكي خالص لو صليتيها صح ولو حسيتي فعلا بمعناها. الصلاة نور حبايبي. الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصلاة نور والصدقة برهان. يعني كل مرة بتصلي فيها قلبك بينور وعقلك وبصيرتك بتنور، فهتلاقي دايما ربنا معاكي في كل قرار وفي كل خطوة في حياتك، هتلاقي فعلا في نور. حبايبي مش عايزاكي بقى تحبطي لو بدأتي تخشعي من أول صلاة ما حسيتيش بكل المعاني اللي قلتها لك دي، لأن الموضوع مش هيجي من أول مرة، بس مع المحاولة والالتزام هتحسي بفرق كبير جدا في حياتك. ابدأي كده التزمي بالخشوع وطوري من نفسك، وابدأي التزمي بكل الخطوات اللي قلتلك عليها دي. ان شاء الله بإذن الله هتلاحظي فرق كبير، وهتجري على الصلاة مش هتبقى هم عليكي خالص. اول بس لما الاذان يأذن هتفرحي انك هتحسي الله ده الصلاة بقت جميلة، بقيت احس بمعنى الصلاة فعلا، بدأت الصلاة تأثر فيا، بدأت الصلاة فعلا ده الصلاة دي طلعت مش عبء، ده طلعت راحة ونور وبركة وبرهان وتكفير سيئات وراحة نفسية وسكينة وخشوع. الصلاة دي بقت ترفع معنوياتي، بقت بدعي الدعاء بقى يستجاب فعلا جوه صلاتي وبعد صلاتي. فإن شاء الله بإذن الله ربنا يكتبني وإياكم من الخاشعات، اللهم آمين، المقيمات للصلاة المحافظات عليها في أوقاتها كاملة تامة بأركانها بخشوع، اللهم آمين يا رب العالمين. حبيباتي لغاية هنا انتهى الفيديو، معلش سامحوني لو كنت طولت فيه شوية. حاولت ان انا اجمع لكم كده كل الافكار اللي تخليكي تستجمعي معنى الصلاة وتخشعي في الصلاة ان شاء الله. ما تنسيش اهم حاجة يا حبيبتي الفيديو ده شير علشان غيرك يستفاد، ولو اول مرة تشوفي القناة لو عجبتك يسعدني انك تشتركي معايا. لغاية هنا انتهى الفيديو، دمتم في امان الله، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.